وصفتنا اليوم كتف بالخلطة مع الرز. شايفين يا سلام؟ شوف الطريقة. للخلطة أحتاج فلفل بارد، طماطم، زنجبيل، ثوم، فلفل حار، زبادي، زيت زيتون، وهنا عندنا دبس فليفلة وبهارات مشكلة. ضفت ملعقتين فليفلة، ملعقتين زبادي، ونضيف البهارات المشكلة كلهم مع بعض. نضيف تقريبا 5-6 ملاعق زيت زيتون ونطحنهم كويس مع بعض. طبعا ضفتهم في محضر الطعام. شايفين؟ هذه شكل الخلطة. يا سلام. نذوق إذا تحتاج شيء. نقص عند الملح، وكمان حضيف شوية من الليمون الناشف. يا سلام الأسود. ونرجع نخلطهم كويس مع بعض. هنا عندي كتف مع جنب. أول شيء نسويه نضيف التتبيلة من تحت، نوزعها كويس. يا سلام. شايفين كذا؟ بهذه الطريقة نوزع كل الخلطة، ومن فوق كمان نوزع الخلطة. يا سلام. ضروري الصينية تكون غويقة عشان تضيفوا عليها الموية بهذه الطريقة. نضيف كمان ملح عشان الموية اللي صبيناها. يا سلام. آخر شيء نضيف ورق زبدة والقصدير، دبلته 3 قطع، وعلى الفرن على حرارة 200 نشوف كم حياخذ اللحم معانا ويستوي. هنا عندنا البهارات، حمصها، كمون، كزبرة، فلفل أسود. نحمصهم على النار لين يصير بهذا الشكل، يتحمص كويس. نضيف ليمون أسود، ورق غار، مسمار، وهيل. نحمصهم كمان شوية مع بعض، نخليهم على الجنب. هنا عندي زعفران، هنضيف عليه موية كادي، نخليه على الجنب. هنا نجي للبهارات نطحنها. يا سلام. هنا عندي مرق لحم، طبعا عبارة عن عظم مع شوية لحم، بصل وثوم وزنجبيل وكرفس وبهارات صحيحة. سلقنا اللحم، نزود عليه كمان شوية موية إذا احتجنا، ونخلي الموية تغلي، ونوزن الملح اللي فيها. بعدها نضبط الرز. هنا استخدمت بنجابي مغسول منقوع 10 دقائق، وعلى نار عالية لين تبان حبات الرز بهذا الشكل. شايفين؟ لين تصير حبات الرز باينة وجحور النمل باينة. نضيف البصل والبهارات اللي طحناها. يا سلام. نضيف الزعفران وموية الكادي، شوية زبدة على الوجه، وآخر شيء شوية حليب، وعلى نار هادية لين يستوي الرز. وهنا نرجع للحم بعد ما استوى، حنشيل القصدير ونحمره من فوق. شايفين شكل اللحم؟ يا سلام. أخذت معي 3 ساعات أو حسب عمر الذبيحة، كل ما كانت كبيرة بتاخذ وقت. هنا عند الرز صار جاهز. بنخلي الرز الملون مع البصل على الجنب، بناخذ الرز الأبيض. شايفين؟ يا سلام صوت المطر. ناخذ الرز اللي فيه الزعفران والبصل، نضيفه على الجنب بهذه الطريقة. وهنا الرز عندنا صار جاهز. بعدها نضيف اللحمة. يا سلام. وهذه وصفتنا جاهزة، وبالعافية.